السلام عليكم. كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا على خير. اليوم جات لبالي المسكوته ديال زمان، المسكوته اللي كانوا المقادير ديالها معروفين على الصعيد المهم كانت معروفه، كنقولوا مسكوته صافي، كاينه مسكوته وحده وكاينين المقادير وحدين وكاينه النتيجه وحده. بغيت نديرها سامبل، شهيتها بحال ما هكاك باللذه اللي كان فيها، بكل شيء، بداك البساطه ديالها، بلا في المقادير ولا في المنظر ولا في البنه، ولا بغيت جا لبالي داك البنه ديال المسكوته اللي انا كنهضر عليا، انا اللي كبرت معنا. صافي بغيت نصايبها بالمقادير ديالها اللي معروفين، كانوا معروفين. ما كناش كنقولوا ليها الكيكه، كنقولوا ليها مسكوته. ايوا هي هذه. صافي بغيت نصايبها وشاركتها معكم. انا كنت دايره 3 حبات ديال البيض، الاولى صدق فيها 2، اللهم بارك. ما بغيتش صافي درت 4 حبات ديال البيض، كاس مع عامرش ديال السكر، ماشي كاس العنبه، قل في العبار من كاس ديال العنبه. بقيت زعما كنقص من السكر ونقولوا باز. صافي غنضربهم هي بالخلاط اليدوي، ما بغيتش نستعمل ديك المسائل الكهربائيه. واحد دانون صغير، كاس ديال الحليب ديال العنبه، كاس لا ربع عاوتاني ديال الزيت. انا نسمت بالحامض، حامضه، حكيت القشره ديالها وعصرتها، هادشي اللي استعملت. 2 خمارات ونص، والدقيق عبارت بالكاس الصراحه، ولكن نسيت 5 الكيسان كاينين والزياده شحال الله اعلم. صافي هادشي اللي كاين. درت كلشي في كلشي، صافي خلطت، درتها طيب في الفران، كان عندي بارد، انا ديما كندير الكيك في الفران يكون بارد. درت غير واحد صفيحه من لتحت الطاوه ديال الكيك وخشيتها في الفران، عاد الفران. صافي كما كتشوفوا عبار الطحين زعما بحال الحادقه، وفي الاخر نسيت. هادشي اللي عطا الله. بالنسبه للمول ما بغيتش ندهنو بالزبده. الطريقه ديالي انا فاش كندهن المول، درت فيه قطيره ديال الزيت، كنضيف واحد راس معلقه ديال الدقيق، وكنخلط داك الزيت مع الدقيق في المول نيت، وكندهن باش فاش كطيب ليا الكيكه ما كيجيش داك البيوضه فيها مع الجناب، وما كيجيش داك الطحين باين بيض في الكيكه من الفوق. هذا ما كان عجبتني بزاف، لا في المنظر ولا في الذوق ولا في لقيت فيها داكشي اللي كنت باغيه. بسيطه، كما كنقول لكم دائما، الحاجه كل ما كانت بسيطه كل ما كانت انيقه وزوينه. هادشي اللي كاين. كنقول لكم في امان الله وحفظه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.